السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النادي الأهلي النهاردة يتعادل مع النادي المصري ويفقد نقطتين في صراع الدوري الممتاز. بالتعادل مع النادي المصري وبالتعادل مع الكابتن وليد عبد الرازق حكم اللقاء. حابب إن أنا بس أتكلم في كام نقطة بس كده. الكابتن محمد شريف يا ريت بعد إذن سيادته وإذن المسؤولين في النادي وإذن الكابتن كولر ما نشوفوش في الملعب تاني. ده بالنسبة للكابتن محمد شريف. تاني حاجة الكابتن قفشة، انت رايح انفراد يا كابتن قفشة. يا كابتن قفشة روح على الجون. لا انت ما تروح، ما طبعا تفضل ماشي ماشي جاي بتجري ببطء لحد ما توصل للكورة وتيجي تلعب الكورة ورا حسين الشحات. حسين الشحات لا مش يعدلها ويشوف الكورة ماشية ازاي، لا لعبها على لعبها وراح مطلع الكورة بره. ده بالنسبة لإيه؟ للكم علة اللي ربنا ابتلانا بيهم، اللي معرفش انا الكابتن موسيماني خد ازاي معاهم اتنين افريقيا واتنين سوبر افريقيا بجد، واتنين برونزيه كاس العالم للانديه. يعني بجد موسيماني عمل اللي ما يعمل مع العاهات اللي الواحد بيشوفها دي. فالنهارده طبعا ليه كلاعيبه النادي الاهلي تزود الفارق في الدوري الممتاز؟ لا لازم نضغط نفسينا، ولازم عندنا ماتش بين الاهلي وبين الزمالك ممكن لان ده ديربي ممكن يكسبك، ممكن يرجع القصه بدل ما هم 5 نقاط يرجعهم لنقطتين. فطبعا انت لازم يزنقوا نفسيهم، ولازم يزنقوا نفسهم في نقط بايخه. نقطه كمان فين المجلس الاداره، فين المهاجم اللي احنا هنفضل عايشين كده بالعيله اللي عندنا؟ النهارده مستر كولر الله يكون في عونه، يعني غير الثلاثه اللي كان بيلعب بيهم في القدام. مين اللي جاب برونو سافيو؟ انا بجد والله العظيم ثلاثه اللي لازم يتحاكم. اللي جاب برونو سافيو ده لازم يتحاكم بمحاكمه علنيه. مش ده مش برازيلي، ده تايواني ده تايواني. والنهارده كابتن وليد عبد الرازق، يعني النهارده محمد شريف رجليه بتتني قدامه، وهو والفار شافوا الكوره ولا كأنهم شافوا حاجه. شاهد ما شافش حاجه ولا كأنهم شافوا حاجه عادي. طبعا سياده المستشار اتكلم امبارح على الحكام. فخلاص لازم نظبط نرضيه، لازم نرضيه. فطبعا الدنيا النهارده كابتن وليد عبد الرازق اللي ما اعرفش هو انا اول مره اسمع عنه اساسا، اول مره اسمع عنه حرفيا يعني. النهارده حمدي فتحي اللي بيتكلموا بعد الماتش ادى يروح مدي محمود متولي انذار عشان محمود متولي ما يلعبش ماتش الزمالك. طبعا انت كده زي الفل انت كده اسيادك راضيين عنك يعني. تمام. فكنت بس هتكلم على كام نقطة كده عشان بس الواحد ما يطقش يعني في ظل الواحد بيشوفه اليومين دول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.